نجوم كبار جاءوا وغادروا دون أن يتركوا أي بصمة مع الشياطين الحمر. ثالث العالم متصدر التصنيف كان مرشحا فوق العادة للمنافسة على اللقب، هو منتخب بلجيكا الذي شهد يوما من أسوأ أيام الكرة البلجيكية على استاد أحمد بن علي في قطر. النهاية السوداوية كما وصفها كثيرون بالنسبة للكرة البلجيكية، شهدت نهاية حقبة جيل ذهبي ورحيل أحد مهندسي نهضة الشياطين الحمر المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، وذلك بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم. قبل 4 أعوام كان الجيل الذهبي لبلجيكا في أوج عطائه، ووضع على رأس لائحة المرشحين للفوز باللقب العالمي الأول في تاريخ البلاد، لكن المشوار لم يصل إلى نهايته وتوقف عند نصف النهائي. كيفن دي بروين ورفاقه دخلوا إلى كأس العالم وهم يدركون أنها الفرصة الأخيرة لمحاولة الارتقاء إلى مستوى سمعتهم بين أفضل لاعبي القارة العجوز، لكن المغرب فعل فعلته وأسقط رجال المدرب مارتينيز في الجولة الثانية، ما جعلهم مطالبين بالفوز في الجولة الأخيرة، إلا أن هذا الأمر لم يحصل واكتفوا بالتعادل وانتهى المشوار. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، مباشرة وبعد مغادرة البطولة أعلن المدرب مارتينيز ترك المنصب الذي استلمه عام 2016. المدرب لن يكون المغادر الوحيد عن المنتخب الذي سيخسر على الأرجح الكثير من نجومه الحاليين وأبرزهم كيفن دي بروين الذي ألمح إلى نهاية حقبة الجيل الحالي بجزمه أن كأس العالم في قطر ستكون الأخيرة له. كثيرون ينظرون إلى أن منتخب بلجيكا على أنه منتخب ضعيف الإنجاز، فبعد أن كان ينظر إليه على أنه مرشح محتمل للتتويج باللقب، خرج من ربع نهائي كأس أوروبا في نسختي 2016 و2020، ما أدى إلى تصنيفه على أنه منتخب. في القناة وترك تعليق محفز يشجعنا على الاستمرار.